يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي كوكي. يلا نعمل مع بعض النهاردة صدور الفراخ بطريقة جهنمية بصوص رهيب. عمرك ما هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. تعالي معايا نشوف هنستخدم ايه النهاردة. انا جبت 3 صدور فراخ بس بصراحة مقلبزين ومش هقطعهم شرايح رفيعة ولا هقطعهم مكعبات. انا هعملها زي ما هي وتبلتها بشوية ملح وفلفل اسمر وتوم باودر. هتتبليهم من الجهتين الاتنين. لازم تتبليها كويس قوي بالثلاث مكونات دول، ما تحطيش اي توابل تانية. الطريقة دي ما بتعتمدش على توابل كتير، هي 3-4 توابل وبس. هتقلبيها الجهة التانية علشان تغطيها بكيس تلاجة وتحطيها في التلاجة قد ربع ساعة. ووريكي بقى مكونات الصوص الرهيب بتاع النهاردة. عندك زبدة، وعندك 3 معالق كاتشب حار، و5 معالق صويا صوص، و5 معالق عسل، و3 معالق خل، وراس تومة بحالها مدقوقة جامد ناعم، وحبة سمسم. نركنهم على جنب لغاية ما اقولك هتعملي بيهم ايه. واروح جري اجيب الصدور بتاعتي. جبت نص كوباية دقيق عليهم معلقتين نشا، قلبتهم تقلبتين كده يختلطوا مع بعض. ودلوقتي هحط الفراخ بتاعتي علشان اغرقها من الخليط بتاع الدقيق والنشا. هتقعدي تقلبيها 3-4 تقليبات كده وتنفضيها من الدقيق والنشا خالص. هتعملي ال3 صدور بنفس الطريقة بالظبط، علشان بعد كده انا هحمرها في الزيت والسمنة اللي على النار. بعد ما تخلصي ال3 قطع زي ما انتي شايفاها كده، بس لازم تغرقيها جامد، لازم كل حتة فيها تبقى متغطية بالدقيق والنشا. لازم تغلفيها بالدقيق والنشا علشان لما تيجي تتقلى ما تتحمرش معاكي او تتحرق. بس يا ستي بعد ما نفضتهم خالص من الدقيق والنشا، بينا جري على النار طاسة، وتحطي شوية زيت وحتة زبدة او سمنة براحتك، وتسمي الله، وتحطي القطعة بتاعت الفراخ بتاعتك. هتحطي ال3 قطع، ولاحظي اللي انا عاملاها مقلبظة. ممكن حضرتك اللي انت تعمليها شرايح رفيعة، يعني القطعة من دي تقسميها لقطعتين شرايح طولية، وممكن اللي انت تقعدي تقطعيها مكعبات كده. شوفي الطريقة اللي انت تفضليها في تقطيع الصدور، بس انا بصراحة عاملاها صدور كاملة مقلبظة شوية، انا بحبها كده. انا بعد ما حطيتها على النار كل 2-3 كده هتقلبيها على الجهة التانية. لاحظي اللي انا عايزاها تستوى نص تسوية، مش التسوية الكاملة، لان هتكمل سواها في الصوص اللي انا هعمله لك النهاردة. خلاص يا ستي، اخر تقليبة دلوقتي انا عملتها، وبعدها هحط قطعة زبدة حلوة كده وفي صوص الثوم المهرية المدقوقة الناعمة جامد. ممكن اللي انتي براحتك لو مش عايزاها مهرية، ممكن اللي انتي تقطعي حتة صغنونة، بس بصراحة انا عايزة اضيعه خالص في الصوص بتاعي ما يبقاش باين. وبحط العسل بتاعي والصويا صوص طبعا والكاتشب بتاعي. انا بصراحة مستخدمة الكاتشب الحار، براحتك لو انتي مش عايزاه سبايسي خليه الكاتشب العادي. لو عندك حتى معلقتين صلصة براحتك، كله ماشي. هقلب كل الصوص ده مع بعضه، واقعد بقى كل شوية اقلب الفراخ بتاعتي، واحط بقى شوية سمسم كده من على الوش. ونسيت اقولك احط كمان الخل، انا نسيت احطه بصراحة في البداية بس مفيش مشكلة. وشوية ملح حلوين كده قد نص معلقة، ما تكتريش لان الصويا صوص اصلا بيبقى مالح، فمش عايزة الصوص بتاعي يبقى مملح زيادة عن اللزوم. كل شوية بقى تقعدي تقلبي الفراخ وتحطي عليها الصوص بتاعها وتغطيها وتسيبيها لمدة ربع ساعة لغاية ما تكمل سواها.
انت ملاحظة ان كل شوية الفراخ بتستوي والصوص بتاعك بيتقل معاكي. انا عايزاه يتقل خالص. واخر حاجة رشة حلوة كده من السمسم واغطيها واسيبها 10 دقايق ويلا بينا نروح عشان نقدمها. انا قدمتها مع رز بسمتي ابيض، براحتك بقى لو عايزة شوية مكرونة شوية اندومي. بصي الاكلة دي بتتقدم مع كل حاجة انت بتحبيها، بس انا بفضلها مع الرز الابيض لان الصوص بتاعها بيبقى خطير، مش محتاج اي حاجة تانية غير هو مع الرز. وبألف هنا وصحتين ورشة اخيرة كده من السمسم. ياه عالجمال. جبت شوية الرز بتاعي وهحط عليه القطع الفراخ وزينها بحتت صغنونة من الفلفل الأخضر. بصراحة الطريقة الأصلية بيقطعوا العواد الخضرة بتاعة البصل، بس بصراحة اولادي مش بيحبوها فقلت اكسر اللون باي حاجة خضرة، فلقيت عندي الفلفل الاخضر قطعته حتت صغنونة وزوقته بيها. ودلوقتي هسمي الله واوريكي احلى صوص في الدنيا يتاكل كده مع الرز. رهيب. ده الصوص اللي بيقولوا عليه سويت اند ساور، يعني مالح وفي نفس الوقت او حامض يعني وفي نفس الوقت مسكر، علشان بيتحط له صويا صوص وبيتحط له العسل. بس بصراحة لو جربتي يا ست الكل مش هتندمي لان الطعم حكاية، والله العظيم طعم في منتهى الجمال والروعة. الصوص خطير وطريقة جديدة تفرحي بيها اولادك وحبايبك، لان بجد الحاجات دي بتتعمل بكل حب وسعادة، عشان كده طالعة حاجات في منتهى الجمال. يا ريتك يا ست الكل تجربيها، صدقيني مش هتندمي ومش هتبطلي طريقة عمايلها. حاجة مختلفة للأولاد وطعم رهيب. ده طعم المطاعم. الحاجات دي بتتعمل في المطاعم حاجات غالية نار. طب ليه؟ طب ما تنقلي المطعم عندك في البيت وتعملي لهم أحلى أكل في الدنيا. ونسيت اقولك برضو بدل ما تعمليها بصدور الفراخ ممكن تعمليها بالاجنحة بتاعت الفراخ. تشيكن وينجز بتبقى بصي رهيبة، يعني اي قطع من الفراخ ممكن تعمليها بيها. وحطيت بقى الصوص الخطير الطعم الجميل على الرز. لا حاجات في منتهى الجمال والروعة. بألف هنا وصحتين واستنوني مع طبخة جديدة وأكلة جديدة من مطبخ كوك. مستنية اللايك الجميل بتاعكم وتعليقكم اللي بيسعدني. بحبكم في الله.